هنا مدينة رام هارمز في بلاد فارس القديمة التي هي إيران الآن، وهذا هو دهقان المجوسي سيد قومه يجمع الحطب ليزيد شعلة النار التي يعبدها. أيتها النيران المقدسة، أسألك أن ترعي حديقتي الجديدة وتباركي في ابني مابه ليظل على مساعدته لي وطاعته لك طيلة حياتي. وهذا هو مابه ابن الدهقان، والذي سيعرفه التاريخ لاحقا باسم سلمان الفارسي. مابه، لماذا تقف عندك؟ قالت أمي إنك طلبتني. نعم، أريدك أن تساعدني في جمع الحطب الآن، ثم تذهب غدا لتحضر لنا بذور الفاكهة التي سنزرعها في حديقتنا الجديدة. حسن يا أبي. انتظر يا مابه، ألا تسجد للآلهة؟ تدعوها أن تعينك في كل أمورك؟ نعم، ولكن دعني أولا أجمع الحطب. ماذا بك يا مابه؟ أشعر أنك تخفي عني شيئا خطيرا. ذهب مابه ليشتري بذور الحديقة، وفي الطريق سمع صوت الترانيم في الكنيسة، فتوقف ودخل ليرى شعائر هذا الدين الذي يعتنقه كثير من نصارى مدينته. أريد أن أعرف أكثر عن النصرانية. ألست مجوسيا؟ أبي مجوسي يعبد النار، وقد عبدتها معه في طفولتي، ولكن ماذا؟ عندما كبرت ورأيت النار تخبو وتنطفئ بفعل الرياح مثلا، ثم نشعلها نحن بأنفسنا، أدركت أنها مجرد مخلوق ولا يمكن أن تكون خالقا. نعم يا بني، فربنا في السماء وليس في الأرض. هذا ما أبحث عنه منذ سنوات، أبحث عن الحقيقة، عن الإله الذي خلقني لأعبده فأتقوى به وأحيا بهديه وعونه لي. بارك الله فيك. سأحكي لك كل شيء عن ديننا، عسى الله أن يهديك لما يحبه ويرضاه. تترك إلهنا وتعبد إله النصارى؟ لا يمكن للنار أن تكون إلها، ولا يمكن للمجوسية أن تكون دينا. هكذا خدعك أسقف الكنيسة. ماذا سيقول القوم وقد كفر ابن سيدهم؟ يقولون بحث عن الحقيقة فوجدها. الحقيقة في هذه النار التي نعيش ببركتها، وإن لم ترجع إلى دينك فسألقيك فيها. مابه؟ سيدي؟ طلبت مني أن أخبرك عند قدوم وفد من الشام إلينا. نعم، فقد نصحتني أن أسافر إلى الشام لأعرف النصرانية عن حق. حضر الوفد، وهم على استعداد أن يصحبوك معهم إلى الشام في الغد. ولكن كيف سأهرب من أبي وأنا مقيد هكذا؟ سأساعدك على فك قيدك، علك ترحل معي قبل أن يعود أبوك. تنقل مابه بين كثير من كنائس الشام، يخدم فيها ويتعلم النصرانية على يد أساقفها، حتى وصل إلى هذه الكنيسة التي استقر فيها فترة طويلة. قلت لي يا أبانا إن الرب لن يغفر لي إلا إذا أحضرت صدقة. نعم، ها هي صدقتي، ولكنه مبلغ ضئيل. هذا ما استطعت أن أجمعه. هكذا لن يغفر الله لك إلا نصف ذنوبك. والنصف الباقي؟ عندما تأتيني قريبا بضعف هذا المبلغ. ومن أين سآتي به؟ أنا لا أملك سوى المال الكافي لطعام أولادي. افهم يا أخي، غفران ذنوبك في الآخرة أهم من إطعام أولادك في الدنيا. باسم الرب.
هذا فقط حصيلة يوم كامل. أيتها المدينة البائسة، كيف يبخل أغنياؤك على فقرائك بهذا الشكل؟ لابد أن أجد طريقة أخرى لزيادة التبرعات. سيدي، ضاق بي الحال وتراكمت علي الديون، ونصحني أصدقائي بأن آتي إلى الكنيسة لتعطيني من التبرعات ما أسدد به ديوني قبل أن أزين. قلبي معك يا أخي، ولكن الكنيسة للأسف لم تحصل على أي تبرعات منذ فترة طويلة. وما العمل إذن؟ العمل بيد الرب. ادعه أن يحنن قلوب الأغنياء على الفقراء والمديونين من أمثالك. مات الأسقف الفاسد، وجاء زميله لينهي إجراءات جنازته. إلى الأمجاد السماوية يا صديقي، أشهد أنك كنت مؤمنا صادقا صالحا. لا، بل كان لصا فاسدا. ماذا تقول؟ أقول ما رأيته بعيني. كان يسرق أموال التبرعات ولا يعطيها للفقراء. ألديك دليل على هذه التهمة الشنيعة؟ نعم، وسأريك الدليل بنفسي. ما كل هذا؟ كنز المسروقات يا سيدي. تقصد أنه كان يكنز معظم التبرعات التي يأخذها من الناس مقابل وعده لهم بأن الله سيغفر ذنوبهم؟ نعم، كان يخدعهم ويسرقهم في الوقت نفسه. لا يمكن أن يكون هذا هو الدين الذي جئت لأجله من فارس. لا يا مابة، الدين بريء منه ومن أمثاله. لقد أمرنا الرب أن نأخذ من الغني لنعطي الفقير. وماذا سنفعل الآن بهذا الكنز؟ سأوزعه بالطبع على فقراء المدينة، ولكن بشرط أن تعدني. أعدك بماذا؟ ألا نفضح الأسقف السابق، وأن نستره بعد موته كما ستره الله في حياته. حسن، لن تفيدنا فضيحته بشيء. المهم أن يستفيد الفقراء بهذه الأموال. ستساعدني في ذلك، فقد كلفت أنا بتولي مسؤولية الكنيسة من بعده، وستظل معي تخدمني وتتعلم مني تعاليم الدين. اطمئنوا جميعا، سيأخذ كل منكم ما يريد. لن أدع أحدا يرحل إلا راضيا مستكفيا. بارك الله فيك يا أبانا. جاء الأسقف الجديد على عكس سابقه، فقد كان صالحا كريما يحب الفقراء ويعطف عليهم، حتى إنه كان يتبرع لهم أحيانا من ماله الخاص حتى لا يردهم حزانا محبطين. وقد تعلم منه سلمان كثيرا من أمور الدين، وأهم ما تعلمه أن الإنجيل قد بشر بنبي يأتي من بعد عيسى اسمه أحمد، وهو نبي آخر الزمان، وأن الصالحين المؤمنين من اليهود والنصارى ينتظرون هذا النبي بفارغ الصبر ليتبعوه وينتصروا به على أعدائهم المشركين من المجوس وعبدة الأصنام وغيرهم. نبي آخر الزمان؟ نعم، سيكون آخر النبيين، وستكون رسالته آخر رسالات السماء إلى أهل الأرض، وسيبعث على ملة أبينا إبراهيم، الملة الحنيفية، وستبنى شريعته على العدل والمساواة. وأين سيبعث؟ في شبه الجزيرة العربية، وسيسكن مدينة تقع بين حرتين ويكثر فيها النخيل. مدينة يكثر فيها النخيل؟ فما هي علامات هذا النبي؟ سيكون تقيا نقيا متواضعا صادقا أمينا، يساوي بين العبد والسيد، لا يأكل الصدقة ولكنه يقبل الهدية، وسيكون على ظهره خاتم النبوة. فإذا رأيته هل أتبعه؟ نعم يا بني،
فالدين الذي سيرسل به هو الحقيقة التي تبحث عنها منذ جئت من بلادك إلى هنا. هو النور الساطع الذي سينير البشرية كلها. الحقيقة والنور. نعم، هو هداية الرب التي ننشدها ونحيا من أجلها. الصالح. وظل سلمان بعده فترة طويلة يعمل في خدمة الكنيسة بالشام، إلى أن التقى برجل من قبيلة كلب من شبه الجزيرة العربية، أتى إلى الشام في رحلة تجارية. يعني أنكم ستعودون غدا إلى شبه الجزيرة العربية؟ نعم. هل لك أن تأخذني معكم؟ أتريد أن تسافر إلى الجزيرة العربية؟ نعم، ما زلت أحلم بلقاء نبي آخر الزمان. نبي آخر الزمان؟ لقد كسبت عددا من الغنم والبقر نتيجة عملي هنا في الشام. سأعطيها لكم كلها مقابل أن تأخذوني إلى بلاد العرب. حسن، سأعرض الأمر على رفاقي، ولكن كيف ستعيش في شبه الجزيرة العربية بعد أن تعطينا كل غنمك وأبقارك؟ الرب الذي رزقني هنا سيرزقني هناك. المهم أن ألتقي بهذا النبي وأعتنق دينه وأصل إلى الحقيقة التي أبحث عنها منذ سنين عديدة. لماذا توقفنا؟ لنستريح قليلا من عناء السفر. حقا لقد نفد الماء الذي كان معي. ونفد ماؤنا أيضا. سنضطر إلى شراء الماء من هذا اليهودي. وكيف عرفت أنه يهودي؟ لا أحد سوى اليهود يستغلون هذه الظروف الصعبة ويبيعون الماء للمسافرين على الطريق. هات قربتك سأملأها لك. شكرا، سآتي معك. لا، ابقى هنا لتحرس الدواب والغنم. حسنا. بكم تملأ قربة الماء؟ بدرهم. كثير جدا. اذهب لغيري إن شئت. تعلم أنه لا يوجد غيرك يملك الماء. إذا تدفع لي ثمنه دون جدال. ليس معي نقود، ولكن يمكنني أن أقايضك بشيء آخر. وما هو؟ عبدي هذا أبيعه لك مقابل الماء والطعام، ثم تعطيني الفارق في السعر. يبدو عبدا قويا وفتيا ومخلصا وأمينا. بكم تبيعه لي؟ ب10 أوقيات من الذهب. لا، سأشتريه ب6 أوقيات فقط. 8 أوقيات. 7 أوقيات، ولن أزيد عن ذلك. هذه قربتك ملأتها لك بالماء. ولكنك تأخرت كثيرا. لأن اليهودي قد جادلني في السعر كثيرا. هل سنتحرك الآن؟ نعم، سنتحرك الآن. انتظر، لقد أخذوا دابتي. لا تقلق، سيوفر لك اليهودي دابة أخرى. ومالي ومال اليهودي؟ لقد أصبحت ملكي الآن. ملكك؟ ماذا تقصد؟ أقصد أنهم قد باعوك لي وصرت عبدا عندي. لا، لست عبدا، أنا حر. أنا ابن سيد قومه في فارس. كلكم تقولون ذلك. لقد قبضوا ثمنك ورحلوا وتركوك. لا، لست عبدا. لن أصير عبدا أبدا. قف أيها العبد الأحمق، وإلا أوسعناك ضربا. إليكما عني، فأنا لست عبدا. تعد.
هل أدركت الآن أنك عبدي ولا تستطيع أن تتحرك إلا بإذن مني؟ لست عبدا، قلت لك كان أبي سيد قومه في بلدنا. ولماذا تركت بلدكم؟ لأبحث عن الحقيقة. الحقيقة التي يجب أن توقن بها أنك أصبحت ملكي الآن. باعك أصحابك لي وقبضوا الثمن مني. ليسوا أصحابي، لقد غدروا بي. عن نفسي لن أغدر بك، ستخدمني مقابل طعامك وشرابك وكسوتك. وحريتي؟ أما زلت تسأل عنها؟ ألم تعرف بعد أنك فقدتها إلى الأبد؟ إن أطعتني فستعيش في سلام، وإن حاولت أن تعصيني فلن ترى من العيش إلا أسوأه، وسوف تطيعني في النهاية رغما عنك. سيولد نبي آخر الزمان في بلاد العرب، وسيسكن في المدينة التي توجد بين حرتين وينتشر بها النخيل. عمت صباحا يا سلمان، ها هي البذور التي طلبها سيدك. تأخرت كثيرا. حقا، كنت طيلة أمس مع نفر من الخزرج يتحدثون بشأن ذلك النبي القادم إلى يثرب. نبي قادم إلى يثرب؟ نعم، ألم تسمع عنه؟ وكيف أسمع عنه وأنا لا أخرج من هنا إلا بأمر سيدي؟ إنه محمد بن عبد الله من بني هاشم في قريش. يعني ذلك أنه ولد هناك؟ وهاجر من مكة لينجو بدينه وبنفسه وأصحابه. وسيسكن هنا في يثرب؟ هذا ما عاهده عليه 70 نفرا من يثرب في بيعة العقبة الثانية، وقد وصل بالفعل إلى قباء وبنى فيها أول مسجد في الإسلام. تعني أنه في قباء الآن؟ خرج سلمان سرا دون علم سيده اليهودي، وانطلق إلى قباء ليلتقي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل دخوله إلى يثرب. كان يحلم بأن يكون هو نبي آخر الزمان الذي ظل يبحث عنه طيلة هذه السنين. وقف أمام المسجد الذي به رسول الله الآن، وشعر أنه على بعد خطوات من الحقيقة التي ضحى من أجلها بكل شيء، أهله ووطنه وماله وحريته. كان الصحابة من الأنصار عند رسول الله يستمعون إليه ليعرفوا المزيد عن الدين الجديد الذي أتى به. بينما تقدم سلمان من الرسول وألقى عليه السلام كما تعلمه من صديقه تاجر البذور. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سلمان الفارسي، واحد من العبيد في المدينة. عرفت أنك قادم من مكة بدين جديد تقول إنه آخر الأديان، وإنك نبي هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا خاتم الرسل أجمعين. ولهذا جئت إليك بتمر من مال الصدقة. رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ التمر، وقال لسلمان: أمرني ربي ألا آكل من الصدقات. هنا تذكر سلمان كلام الأسقف الصالح عن نبي آخر الزمان عندما أخبره أنه لا يأكل الصدقة. وفي اليوم التالي جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا كيسا آخر من التمر. السلام عليكم، مرحبا بك في مدينتنا. أتيتك بهدية من التمر. أخذ رسول الله كيس التمر من سلمان وشكره عليه، ففهم سلمان أنه يقبل الهدية، وتذكر كلام الأسقف الصالح عن نبي آخر الزمان أنه لا يأكل الصدقة ولكنه يقبل الهدية، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو أنك حقا نبي آخر الزمان.
يرفض الصدقة ويقبل الهدية؟ نعم. وماذا تنتظر حتى تؤمن به نبيا؟ العلامة الثالثة، خاتم النبوة. وكيف ستراه؟ سأحاول أن أتحين الفرصة لأختلس النظر إليه. وهل سيكون خاتم النبوة هذا في موضع ظاهر في جسمه؟ نعم، في ظهره، ولكني لا أعرف أي موضع في ظهره. أراك تتمنى أن يكون محمد هو النبي المنتظر. بالطبع، فقد جئت إلى هنا بحثا عنه. اسمع، سأساعدك في ذلك. كيف؟ عرفت أن جنازة أحد المسلمين ستخرج من المسجد غدا. اتبع الجنازة وارقب محمدا واقترب منه قدر ما استطعت. وهل سيتبع هو هذه الجنازة؟ بالطبع، فمنذ دخل المدينة وأسس مسجده فيها وهو يصلي على كل مسلم مات فيها، ثم يتبع جنازته إذا استطاع لذلك سبيلا. حسن، سأكون خلفه في هذه الجنازة. في الصباح كان سلمان الفارسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة المسلم، وفي المساء كان معه في المسجد، وقد فهم الرسول أنه يبحث فيه عن خاتم النبوة، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهره الشريف، فرأى سلمان خاتم النبوة، وأيقن أنه نبي آخر الزمان الذي جاءه من فارس من سنين عديدة ولم يلتق به غير الآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أسلم سلمان الفارسي وأصبح واحدا من الصحابة المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تقيا نقيا شديد الإيمان، ولكنه ظل مسلوب الإرادة لأنه لم يتخلص من عبوديته حتى الآن. هذه هي حكايتي يا رسول الله. كنت حرا في بلدي وأصبحت عبدا في هذه المدينة. أشفق رسول الله على سلمان، ورأى أنه يستطيع أن يخدم الإسلام أكثر لو عاد حرا. وكيف أعود حرا يا رسول الله؟ نصح رسول الله سلمان أن يكاتب سيده اليهودي حتى يتخلص من عبوديته له. تكاتبني؟ نعم، تحدد ثمني وأدفعه لك على أقساط من كسب عملي. 40 أوقية من ذهب. 40 أوقية؟ أرأيت كم أنت غال عندي؟ ولكن ثمن العبد في المدينة ما بين 8 أوقيات ذهب إلى 10 أوقيات على أقصى تقدير. لن أقبل فيك أقل من 40 أوقية. ومن أين آتي لك بكل هذا المال؟ من صاحبك محمد. تقصد رسول الله؟ نعم، ألم تؤمن به دون إذني رغم أني سيدك وأنت عبدي؟ كيف أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحررني بهذا المبلغ الكبير؟ انتظر، فهذا المبلغ الكبير ليس هو كل شيء. أتريد ثمنا آخر؟ بالطبع، أريد 300 نخلة تزرعها في حديقتي، وإذا ماتت منها نخلة واحدة تعوضني عنها بنخلة أخرى. هذا كثير جدا. إذا كان محمد يحب أصحابه كما تدعون فسيوفر لك هذا الثمن مقابل حرياتك التي تحلم بأن تعود لك مرة أخرى. كيف استطاع أصحاب محمد أن يجمعوا كل هذه الفسائل الكثيرة في هذه الفترة القصيرة؟ لأن الرسول أمرهم أن يساعدوا سلمان وهم يطيعونه في كل أمره. أنا نفسي أحضرت 10 فسائل من عندي. ولماذا اهتم نبيكم بعبد فقير مثل سلمان ليس من بلدكم ولا من نسبكم؟ هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسب في الإسلام هو نسب الدين وليس نسب الدم. وماذا يعني ذلك؟ يعني أن سلمان منذ أسلم قد أصبح واحدا منا رغم أنه عبد.
ديننا لا يفرق بين العبد والسيد في الحقوق والواجبات، وها نحن نحاول أن نجعلك تعتقه. لن تستطيعوا أبدا. انظر، ها هو رسول الله قد جاء بنفسه. ما هذا؟ إنه يأمر أصحابه بأن يحفروا الأرض لزراعة فسائل النخيل. سأذهب لأحفر معهم، لن أضيع هذا الشرف العظيم. كيف ذلك؟ محمد يزرع فسائل النخيل بنفسه؟ نعم، زرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسائل النخيل كلها بيده الشريفة، فوالله لقد نمت كلها وما ماتت منها فسيلة واحدة. كيف لم يعتق اليهودي بعد أن نمت النخلات وجمع التمر وباعه في السوق؟ لأنني لم أكمل بقية الثمن الذي كاتبته عليه، 40 أوقية من ذهب. يا الله، أما زال مصرا على قبض هذا الثمن الباهظ؟ حتى أظل عبدا له طيلة حياتي. لماذا لا تذهب لرسول الله وتخبره بأنك لم تستطع التحرر من عبوديتك بعد؟ أخشى أن أثقل عليه صلى الله عليه وسلم، يكفي ما فعله من أجلي حتى الآن. سلمان الفارسي، يا سلمان. ها؟ أين أنت يا أخي؟ خيرا إن شاء الله. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الغنائم، فأخرج منها هذه وطلب مني أن أعطيها لك. وما هذه؟ يا سبحان الله، تشبه بيضة الدجاجة. ولكنها من الذهب. الذهب؟ نعم يا سلمان، وهبها لك رسول الله حتى تبيعها وتسدد من ثمنها ما تبقى من دينك عند اليهودي فيمنحك حريتك. يا حبيبي يا رسول الله. في شوال من العام 5 الهجري قررت قريش أن تثأر لهزيمتها من المسلمين في غزوة بدر وعدم انتصارها في غزوة أحد، والتفت حولها قبائل كثيرة من شبه الجزيرة العربية، وكونوا جيشا من 10,000 مقاتل عرف لاحقا بجيش الأحزاب، وتحرك نحو المدينة المنورة للقضاء على الإسلام والمسلمين. وصلت أنباء جيش الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاجتمع بصحابته يستشيرهم في الأمر. علينا ألا نخرج إليهم يا رسول الله كما خرجنا في أحد. نعم، فجيشنا لن يزيد عن 3,000 وجيشهم يزيد عن 10,000. ولكننا إذا بقينا في المدينة فلن نستطيع أن نصدهم عنها إذا هاجمونا فيها. نعم، فذلك جيش كبير جدا، ونخشى على النساء والأطفال والشيوخ الذين لن يستطيعوا أن يحاربوا معنا، ولن نستطيع أن نحميهم من قريش وحلفائها. والله يا رسول الله، كنا في فارس إذا واجهتنا مثل هذه الظروف فإننا نلجأ للتخندق. التخندق؟ وماذا تقصد بالتخندق يا سلمان؟ أقصد أن نحفر خندقا كبيرا يمنع جيش الأحزاب من الوصول إلينا في المدينة، وفي الوقت نفسه يحول بيننا وبينهم. تبدو حيلة جديدة في الحرب يا رسول الله. ولكن أين نحفر مثل هذا الخندق؟ هل نحفره مثلا في جنوب المدينة؟ بيوت المدينة ونخيلها كفيلان بحمايتنا في الجنوب. أرى يا رسول الله أن نحفر الخندق في شمال المدينة، وأنا على دراية تامة بكيف تحفر مثل هذه الخنادق. أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة سلمان الفارسي، وأمر بحفر الخندق في شمال المدينة، وشارك بنفسه في الحفر في ظروف كانت في غاية الصعوبة على كل المسلمين في المدينة المنورة. وعندما وصل جيش المشركين فوجئ بالخندق يمنعهم عن المسلمين، ورأوه حيلة جديدة لم يعهدوها من قبل في الحروب.
انسحب جيش الأحزاب يا رسول الله. يأست قريش وحلفاؤها من أن يصلوا إلينا بعد أن حاصروا المدينة أياما طويلة وفشلوا في عبور الخندق، ومات منهم من حاول أن يعبره فوقع فيه. الله لله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. هذا بفضل سلمان الفارسي بعد الله سبحانه وتعالى. نعم، فسلمان منا نحن الأنصار. بل سلمان منا نحن المهاجرين. هل تختلفون علي الآن؟ قل لنا يا رسول الله، أسلمان من الأنصار أم من المهاجرين؟ قال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل